ادي الكفته اهي طلعت، بصوا جميله ازاي، مش مستحمله الطراوه. بصوا مفرغه ازاي، بصوا الجمال، بصوا من هنا والشفا بقى. اعملوها زي بتاعتنا، ولايك بقى واشتراك للقناه. يلا نشوفكم تاني في فيديو جديد ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين، والسنه الجايه ان شاء الله تكونوا كلكم على عرفات ان شاء الله. امين يا رب العالمين. النهارده هنعمل كفته حاتي. طب انت هتعملي ايه بالرغيف ده؟ الرغيف ده هو اللي هنعمل بيه الكفته. بصوا الرغيف بايت اهو، بس هقطعه كده واحطه في الطبق ده. اهو معايا كوبايه ميه، هبله وهركنه شويه. خلي كله ايه مبلول. ما تجيبيش رغيف صابح، لا بايت احسن. وهنركنه على جنب. بعدين معانا هنا بصلتين للكيلو، دي واحده صغيره، هجيب واحده كمان، وفلفلايه حمرا هبشرهم. انا عايزه الفلفلايه الحمرا دي هتدي تشكيله للكفته جميله، وهتديني لون احمر. كده بشرت اهو الفلفلايه الحمراء والبصلتين، واحط عليهم نص معلقه ملح كده، وهسيبهم شويه عشان ينزلوا ميتهم، عشان انا ايه عايزه الميه لوحدها. وهجيب بقى العيش اللي انا بليته، وهمسكه كده واعصره خالص واحطه هنا. مخليش فيه ميه خالص. بصوا احاول افرفطه بقى كده من بعضه كده خالص. فرفطه خالص، مخليش اي حته ماسكه في اختها خالص كده. بصوا انا عصرت خلاص الايه اللحمه، البصل والفلفل الاحمر اهو الميه بتاعتهم، حطيتها على العيش. وهتبلهم بقى، احط معلقه فلفل اسود حلوه، معلقه حلوه كده، معلقه كزبره، ومعلقه بهارات لحمه. بس مش هحط بها حاجه تانية. وانا عندي حته دهنه صغيره كده شفتوها، انا احط بقى عليها معلقه سمنه من اللي انا كنت عاملاها، اللي هي من الدهن، ايه تطري معايا برضو الكفته كده اهو. وهمسكهم كلهم بقى ايه ادعكهم في بعض كده قبل ما احط اللحمه. كله يبقى مع بعض كده، العيش مع البصل مع الفلفل مع حته الليه والايه وحته السمنه. حتى ايه في منها طويله كده، لا دي مش مهمه بقى، هنرميها.
احط لا نسيت احط بابريكا. مش هجيب البابريكا واحطها عشان تدي ايه العيش مع الحاجات دي حمار كده لون اللحمه. حطيت بقى حبه ورق بقدونس كده وهدعكها جامد بقى قوي بقى بالبهارات. انا نسيت احط ملح اهم حاجه. ماشي انا حطيت بس على البصل حاجه بسيطه. احط معلقه ملح كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان ده كيلو اضيفه بقى كله لازم يدعك كويس قوي. طلعي ايه غلبك فيه اتغذى من حد ادعكي كده لما ايه تطلعي الانسجه بتاعت اللحمه. لازم كله يبقى ايه خليط واحد. الكفته هي عجنتها وحطيتها هنا وهشيلها في التلاجة بقى لحد ما اجي اتغدى. هصبحها معاكم وندخلها الفرن وهوريها لكم تاني. جبت ميه البصل وميه الفلفلايه وحطيت عليهم معلقه صلصه اهي. وبحط ايدي هنا كده بدهن واخد حته واكورها في ايدي كده. ومعايا المفك ده بعمل عليه مش تبقى مفرغه. لو كبيرة بشيل منها اسويها كده على اهو بشيله واحط كده. هعمل واحد كمان معاكم واكمل الباقي انا. وهولع الفرن الاول واسخنه وادخلهم واوريهولكم بعد ايه ما يطلع. ده شكل بايدي كده. ادي الكفته اهي طلعت. بصوا جميله ازاي مش مستحمله الطراوه. بصوا مفرغه ازاي. بصوا الجمال. بصوا من هنا والشفا بقى اعملوها زي بتاعتنا. ولايك بقى واشتراك للقناه. يلا نشوفكم تاني في فيديو جديد ان شاء الله. بس انا وانتم طيبين.